عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة أم عبد الحكيم. كنشكر جميع الناس اللي كيدعموني، ومرحبا بالمتتبعين الجدد اللي يلاه التحقوا بنا. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله جميع طلباتكم غنلبيها لكم بإذن الله. واليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعض كيكة تركية بصلصة الكراميل، كتجي لذيذة وهائلة لا في المذاق ولا في المنظر. ونخليكم مع طريقة تحضير الكيك ديالنا. وعلى بركة الله نبدأ في تحضير الكيك التركية المسقية بصلصة الكراميل. كنحتاجو ليها في العناصر نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الزيت نباتية، نصف كاس ديال السنيدة، هاد القياسات بالعبار ديال كاس العنبة، زوج معالق ديال الشوكولات غبرة او جوج ساشيات، ساشي واحد ديال خميرة الحلويات ديال 8 غرام، بيضة واحدة، نصف فانيا، كاس ديال الطحين الابيض الخاص بالحلويات بعد ما كنغربلوه. المول اللي غنعملها فيه هنعمل تفاد المول مربع بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. على بركه الله بعد ما كنعملو مليحه بطبيعه الحال غنعمل البيضه، نضيف معاها الحليب نصف كاس، نصف كاس ديال سكر سنيده. خلطوا هاد العناصر مزيان باش تذوب لينا حتى السنيده. ثم نضيف نصف كاس ديال الزيت، ونصف فانيا. انا هنا عملت الساشيه كلها غناخذ النصف ديالها، نصف فانيا بيضاء فقط. ونمزجوا العناصر مزيان تخلط باش تجينا حتى الكيك مهويه وزوينه. اللي بغى يعملها في الخلاط الكهربائي يعملها. من بعد غنضيف الكاس ديال الطحين بعد ما غربلته، غنعمل معاه الشوكولات بودره جوج ساشي اولا جوج المعالق. خلطو غير بشويه باش العناصر ما تطيعش لينا في الارض. ونعمل معاهم الساشيه ديال خميره الحلويات كيف ما قلت 8 غرام. هاد المقادير مضبوطه. من بعد ما خلطت العناصر مزيان، يعني القياس اللي عطيت كيجي مضبوط، ها الكيك ديالنا ما غتزيدوا عليها ما غتنقصوا، يعني المقادير كيف ما عطيتها. وغنعملها في المول بالطبع بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالطحين ابيض. نهز دائما من الفوق لتحت. ونعملها على فرن. دائما انا الكيك الفرن كيكون بارد، لان بهذه الطريقه كتنجح لينا الكيك. ونديرو على نار مهيله حتى طيب لينا. ملي كتطيب راه كتعطي الرائحه ديال الكيك، ماشي نحلو عليها. دائما الكيك حتى تفوت كنتعدى واحد 25 دقيقه عاد كنفتحوا الباب ديال الفرن غير بشويه ونشوفوا باش ما تنزلش لينا وتجينا مزيانه.
قادها. من بعد مسحت لي السنيده بحال هكا على شكل ولات على شكل كراميل على نهار مهيله. كيف ما قلت دائما نقولها بان ملي كنديروا الكراميل كنعملوا السنيده ما كنحركوهاش نهائيا حتى كتسيح، ما نوصلوا لها لا من الجناب لا من حتى حاجه، لان الا مشينا غير قصناها ولا هذا بحال كتكور لينا وكتجمع. دائما نخليوها بحال هكا باش نحصلوا على نتيجه اللي مزيانه. من بعد غنبدا نضيف في الحليب بالتدريج، غير بشويه شويه، غير بشويه بشويه حتى لانها كتكور دائما ملعقه خشبيه. وغنبقى بحال هكا مع التحريك حتى غتفك ليا هاد الكتله اللي تجمعات ديال السكر غادا تذوب. ملي غادا كلها غادا تذوب غتولي يعني غنحصل عليه عادي مزيان. غنضيف ديك الملعقه ديال الزبده. ان غير بشويه وبالتدريج غادي يذوب كلشي، ما غتبقاش نهائيا، كتبغي غير الخاطر شويه والنار مهيله. بعد ما نهيت الكراميل ديالي وزدت ضفت له ديك الملعقه ديال الزبده وثقبت الكيك ديالي كله بواحد الكيردون، غنصب عليه هاد الكراميل، هاد الصلصه كلها باش تشربها كتجي بها هائله وزوينه. ودابا غنعمل واحد الكلاصاج هو النهائي، غنعملوا ليها من الفوق باش نزينوها. كنعملو بالشوكولات بعد ما نديرو في واحد الكاسرول ونديرو على حمام مريم. يعني القدر اللي عندك 10 القطع 12 قطعه، انا اكتفيت ب10 القطع فقط. غنعملهم هنا على حمام مريم حتى يذوبوا. من بعد خارج النار غنضيف ليه واحد الياغورت اللي طبيعي مسوس وغنخلطهم مزيان. خارج النار فين غنضيف هاد الياغورت. من بعد غادي نخلطهم وغنصبهم من الفوق على الكيك، ثم نزينها بالشوكولاط فيرميسيل او اي حاجه بغيتوها. يا بسم الله. ثم غنعملو على حمام مريم. من بعد ما داب لي الشوكولاط على حمام مريم ضفت له الياغورت الطبيعي، خلط العناصر مزيان بهذا الشكل. ثم نفرغها فوق الصلصه اللي عملت من قبل. راه هاد الكيك التركيه كتجي لذيذه بزاف بزاف، كتعجب الاطفال، كتعجبنا حتى حنا الكبار، ولكن بالخصوص الصغار كتجي لذيذه مع فيها الشوكولا. ومن بعد ما فرغت عليها الشوكولات الاسود بعد ما مزجته مع الياغورت الطبيعي، اللي عنده الشوكولات ابيض يذوبوا كذلك على حمام مريم ويدير به بحال هكا الشكل كيزين به. انا كنت غنعمل شويه الفيرميسيل، عندي واحد الياغورت ديال الفاني عملته في واحد لابوش وقديت به بحال هكا، عملت به هاد التموجات بحال هكا وجريتهم بالكيردون بحال هكا تحصلوا على ميلفاي. كتجي حتى هي الطريقه اللي ما عندوش، يعني اللي ما عندوش الشوكولا بيضاء يكتفي غير بياغورت ويديروا على هاد الطريقه، راه كتجي حتى هي زوينه. ونعملها دابا في الثلاجه حتى تبرد مزيان، ومن بعد نبين لكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك التركيه ديالنا اللي عملناها بصلصه الكراميل.